أنا بسمة البلعي سجينة سياسية ولو كان أمكن أنه البلاد باش تتغير وما يقعش فيها الاستبداد وكبت الحريات والزج بكل من يعارض، لو صحتي تسمح لكنت نحضر في تونس العاصمة سلميا أن نعبر على رأيي من أجل لا للديكتاتورية، لا للظلم، لا للقهر، لا للاستبداد. واللي عانيته أنا من الاستبداد على مدى بورقيبة وبن علي يخليني ما أني نكون بالرغم من المرض وبالرغم من المسافة وجعي على بلادي، وجعي على المعتقلين من جميع الأطياف. فهذا ما يخليني كان أني نواصل المشوار ونحب نرى بلادي قبل ما نموت، نحب نرى بلادي في امان واستقرار. حريه التعبير انا نشوف انه اللي وقع واللي خلى الحضور لهنايا انه للاسف ما كانش معناها كل من يجي يقدم ترشحه الا ما يقع الزج به في السجن وحطانه كثيرا من التهم. فهذه ماهيش ديمقراطيه، ماهيش حريه. حتى اللي ما يفهمش في السياسه في داخله يقول شنو هالعبث. عبث في تونس اصبح، والتنكيل بالنساء وبالرجال. فهذا ما يخلي خوفنا على تونس كبير برشا برشا برشا.